أجرى الملك محمد السادس اليوم اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وخلال هذا الاتصال أخبر الرئيس الأمريكي العاهل المغربي بأنه أصدر مرسوما رئاسيا بما له من قوة قانونية وسياسية ثابتة وبأثره الفوري يقضي باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة في تاريخها بسيادة المملكة المغربية الكاملة على كافة منطقة الصحراء المغربية. وفي هذا السياق وكأول تجسيد لهذه الخطوة السيادية الهامة، قررت الولايات المتحدة فتح قنصلية لها بمدينة الداخلة تقوم بالأساس بمهام اقتصادية من أجل تشجيع الاستثمارات الأمريكية والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية لا سيما لفائدة ساكنة أقاليمنا الجنوبية. وبهذه المناسبة عبر الملك محمد السادس للرئيس الأمريكي باسمه شخصيا وباسم الشعب المغربي عن أصدق عبارات الامتنان للولايات المتحدة الأمريكية على هذا الموقف التاريخي، كما أعرب الملك محمد السادس عن جزيل الشكر للرئيس ترامب وطاقمه على هذا الدعم الصريح والمطلق لمغربية الصحراء، وهو موقف يعزز الشراكة الاستراتيجية القوية بين البلدين والارتقاء بها إلى تحالف حقيقي يشمل جميع المجالات. وأكد الملك محمد السادس أنه رغم أن الفرصة لم تتح للقاء مباشر بين الرئيس الأمريكي والملك، فإن التشاور والتنسيق ظل مستمرا، خاصة بعد الزيارة التي قام بها جاريد كوشنر المستشار الخاص لدونالد ترامب للمملكة في شهر ماي عام 2018، والتي كانت حاسمة في مختلف القضايا بما فيها هذا الموضوع. ومن خلال الاتصالات وتبادل الوفود وعدد من الزيارات غير المعلنة، ويأتي هذا الموقف البناء للولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز دينامية ترسيخ مغربية الصحراء، والتي أكدتها المواقف الداعمة لمجموعة من الدول الصديقة، وكذا قرارات العديد من الدول بفتح قنصليات لها بأقاليمنا الجنوبية. كما يأتي بعد التدخل الحاسم والناجع للقوات المسلحة الملكية بمنطقة الجرجرات من أجل حفظ الأمن والاستقرار بهذا الجزء من التراب المغربي، ولضمان حرية تنقل الأشخاص والبضائع مع الدول الأفريقية الشقيقة. وخلال نفس الاتصال تباحث الملك محمد السادس مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الوضع الراهن بمنطقة الشرق الأوسط. وفي هذا الصدد ذكر الملك بالمواقف الثابتة والمتوازنة للمملكة المغربية من القضية الفلسطينية، مؤكدا أن المغرب يدعم حلا قائما على دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في أمن وسلام، وأن المفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي تبقى هي السبيل الوحيد للوصول إلى حل نهائي ودائم وشامل لهذا الصراع.